أصحاب الشاشات، يا أصحاب الجوالات، يا أصحاب النت، يا أصحاب التواصل الاجتماعي، يا من تنظرون إلى ما حرم الله، يا من تنظرون إلى كل رذيلة وإلى كل فضيحة، يا من تقضون لياليكم بهتك أسكار حرمات الله، أما تخافون من عذاب الله العاجل قبل الآجل؟ روى ابن ماجة في سننه وحسنه العلامة الألباني من حديث ثوبان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمن أقواما من أمتي. اسمع جيدا إلى هذا الحديث العظيم لنسمع جميعا. نعم معاشر المسلمين، لنتمعن جميعا في هذا الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال كأمثال جبال تهامة بيضا، وفي رواية بيضا كأمثال جبال تهامة. لماذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم بجبال تهامة؟ لكثرتها. قال: بأعمال كأمثال جبال تهامة، يأتون بصلاة، بصيام، بزكاة، بحج، بقيام الليل إلى آخره من الأعمال الصالحات، أعمال كأمثال الجبال. قال: بيضا. قال: فيجعلها الله هباء منثورا. يا سبحان الله. قال: فيجعلها الله هباء منثورا. أين صلاتك؟ أين صيامك؟ أين زكاتك؟ أين حجك؟ أين قيامك لليل؟ أين أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر؟ أين صدقاتك؟ أين برك وإحسانك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيجعلها الله هباء منثورا. يا الله. قال: فيجعلها الله هباء منثورا. قال: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نشعر. أعطينا شيئا من الأوصاف يا رسول الله حتى نحذر ألا نقع فيما وقعوا فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنهم إخوانكم، ليسوا من مكان كذا وكذا، أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم. زد على هذا قال: ويأخذون من الليل كما تأخذون، يقومون الليل. إخوانكم ومن جلدتكم. زد على هذا: ويأخذون من الليل كما تأخذون. يا سبحان الله. والله يا أيها الناس، إن مثل هذه الأحاديث العظيمة لتخوف من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. من الذي يأمن على نفسه؟ من الذي يأمن على نفسه؟ من الذي يطمئن ويرى أنه قد أصبح ممن رضي الله عز وجل عنه؟ لا أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: